إذا نسعد باستقبال بروفيسور أمين سالمي رئيس مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا. أهلا بك معي سيدي الفاضل، مساءك شكرًا، سعيد. أهلًا بكم. إذا طوارئ بمصالح الاستعجالات الطبية لليلة الثانية بسبب الاستعمال المفرط للمفرقعات. تابعنا مشاهد صادمة للأطفال اللي توفدوا على مصالح الاستعجالات. أي مخلفات في هذا اليومين؟ أولًا أشكركم على هذه العفو. الدعوة. فيما يخص le premier bilan دونك الحصيلة الأولى لليوم 30 ديسمبر 30 نوفمبر أول ديسمبر دونك jeudi au vendredi سجلنا 23 حالة. مهم. دونك c'était les conséquences تاع l'utilisation des pétards. في من بين 23 دونك كاين 14 حالة وجهت إلى مصلحة طب العيون. بين 14 كاين 13 اللي خداو دونك العلاج وراحوا للمنازل تاعهم، بقات وحده لا تي دونك اوسبيتاليزي. دونك علاش؟ لان العين تاعها كانت حمراء، دونك الاطباء قرروا باش يخلوها لي بور ان سيرفايونس دونك اون بليس. كاين 3 حالات اخرى اطفال دائما دونك وجهوا الى مصلحه الجراحه دونك جراحه الاطفال دونك لا سي سي. Là aussi, donc, ils ont reçu donc, le traitement et donc, ont été donc, libérés, donc, خرجوا donc, les jours même. و6 حالات أخرى راحت لمصلحة تاع جراحة العظام donc service d'orthopédie. C'était là aussi donc des jeunes. Alors واش نقدروا نقولوا دابور في هذه الحالة هذه؟ يعني الفئة الأكثر تضررا هي فئة الأطفال. كل سنة هي فئة الأطفال. ما عدا هاد السنة كاين واحد دونك في عمره دونك 27 سنة دونك في اكسبسيون مي سينو اشاك فوا دونك سي لي زونفون. هاد الخطرة هادية العمر دونك لاج مويان سيتي دونك دو 10 ans on va dire donc 10 ans 11 ans. لو نقارنوها بالسنوات دونك الماضية نقولوا صح كاين انخفاض هاد السنة ومن جهة العدد وكذلك من باب الخطورة ما كاش حالات دونك خطيرة، ولكن عندما نشوفوا حالة واحدة مام إذا ما كانتش خطيرة احنا بالنسبة لنا دونك حالة دونك il faut prendre ça donc au sérieux. Alors أطفال هل نتهموهم؟ هل نقولوا هو المشكل فيهم؟ حق ما نوافقش الناس اللي يقول لك المشكل في الأطفال، لأن بالنسبة لهم هو لعب والطفل يلعب يعني ما يعرفش يعني ما يطلق لو كان ينجرح يزيد يكمل يلعب مرة ثانية مرة ثالثة. Et on a vu donc le reportage donc le monsieur qui parlait sur le brûlé de 3e degré. درجة donc la ثالثة. manière كيفاش كيتكلم عليها يدل على وهذا أن راجع أيضا إلى نوعية المفرقعات الخطرة. مش مفاعلات اسمهم متفجرات. متفجرات. لأن عندما يشوفوا اليد تطير وخاصة سجلتم هذه المرة القرنية التي أصيبت هذه المرة القرنية. Oui, il n'y avait pas donc non, il y avait pas de d'éclatement de globe هذه الخطرة، ولكن كاينه حالة واحدة للأطباء تاع طب العيون شافوا بلي حالة تاعها خطيرة وخلاوها لأن سيتا نوي دونك روج وخلاوها. الور كيفاش نفسر هذا النقص تاع هذه المشاكل هذه السنة؟ نظن هذا راجع للتوعية. يمكن يكونوا ناس توعوا وشافوا بلي هذه المتفجرات صح خطيرة على أولادهم، ونتمنى هذا هو الصح. ولكن الحالة الثانية قالت نقدروا نقولوا باللي شي نقص لأن كانت أحوال جوية غير ملائمة اللي كانت بتسقط كثرة. ونظن إن شاء الله سي با لا ريزون ماذا بيا تكون الأولى سيتادير يكونوا الناس توعوا بهذا الشيء هذايا. الحالة الثالثة اللي تفسر كانت الأقلية تاع هذا المشكل هذه السنة يمكن هو راجع إلى الثمن، لأن كمان لو بري دونك إلفي. مي جو بونس كو لا سي اون ديرني باسكو كمان مام العام اللي فات كان غالي والناس شراو. حتى هذه المرة يعني شراو على كل حال. ولكن أصحاب يعني الطاولات اللي يبيعوا قالوا إنه الأولياء كاملهم يشريوا الناس كامل يشريوا حتى بمبالغ كبيرة. المشكلة راهو هنايا. هل درك نقولوا باللي الطفل وحده اللي راهو مسؤول على هذا الشيء؟ والله صراحة أنا ما نلومش بزاف الطفل، لأن نعاود نقولها باللي هو بالنسبة له لعب. أنا نلوم الأولياء لأن إلى ترى ديفيسيل دو بلوكي هذا الشيء. بالك نقولوا مستحيل باش نحبسوا هذه المفرقعات في البلاد لأن ينباعوا على العام.
اللي encore plus difficile d'arrêter tout ça في يوم تاع المولود. C'est presque mission impossible. رغم Donc أنه يعني المصالح الأمنية حجزت أطنان من السلع والجمارك أيضًا صح يحجزوا أطنان من السلع تاع المفرقعات. كاين هناك عامل ما نكذبوش على إمم. صح ينقص، ولكن الشيء اللي يبقى يكفي باش يدير مشاكل كبيره. الولد اللي ضيع عينه كي يكون في عمره 10 سنين، أنا نقولها لك من درك ما يحسلهاش هذاك النهار. 10 كي سنين ما كبر راح يحسلهاش. يحمل المسؤولية à l'âge de 20 الأولياء. ans 25 ans تم اللي يعرف، وتم الاولياء اللي بداو يفيقوا باللي يقول لك باللي اون اي ريسبونسابل دو تو سا. ونشوفوهم كي يجيبوا المصالح، كي يجيو المصالح تسب لي بارون يبكيو، يا اون اغريسيون، يعيطوا على لي ميدسان على لي زانفيرمي. صح. سي نورمال باسكو سي اون سيتياسيون دراماتيك. انا نقول جو بريفير كو العياط يكون قبل ما يوقع هذا المشكل هكذاك، باش الابن الولد هذايا يقعد في مكانه على الاقل اذا شرا يكون اونتوري بار سا فامي وماشيش حاجه خطيره. بروفيسور خلينا نشوفوا هذه المشاهد الفيديو التي وثقها هواة تكشف الاستعمال المفرط للمفرقعات. إذا نتابع معا. كانت هذه المشاهد الفيديو التي وثقها هواة ليلة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف كما نتابع. نعود إلى البروفيسور. مشاهد يعني تشبه كأننا في حرب. دي حرب هذه. قولي لي واش هذه في مختلف ولايات الوطن. قولي لي واش من الطبيب اللي قادر يفري. والحمد لله يعني لم تسجل إصابات خطيرة. لم تسجل. نتمنى ان شاء الله يكون الوعي تاع الناس لحق لهذا المستوى العالي ان شاء الله. ولكن في هذه الحالات هذو انسان لا بروجيكسيون اكسيدونتيل لو تقيس العين ما كان حتى ما عنده ما يخدم لوفتالمو. كان حاله واحده اخرى عندما يترتق هاد المفرقعات، هاد المتفجرات يقدروا يكلفوا مشكل اخر على مستوى لا بريسيون سي امبورطونت، ويقدروا يكونوا مشاكل. هادو المشاكل اللي ما يتظهروش مع الاول، ما يتظهروش لان الولد يجي على عينه على يده، مي سي دون ان دوزيام طون اللي الولد يفيق بلي ماهوش يسمع مليح، تم اللي راح يفيق بلي كاين مشكل اخر. لا دونك اقل شيء اللي قادرين نقولوه على هذه الحالات هي ماهيش فوق الممنوع، هو ان الاولياء لازم صح ياخذوا لي شوز او سيريو ولازم يحكموا اولادهم، لان في هذه الحالات ما نستناو غير مشاكل كبيره على الصحه تاع الطفل خاصه. جيد. طيب هل سجلتم حالات خطيره بالنسبه لفئه الاطفال؟ لا هاد السنه ما كان حتى حاله خطيره، ما عدا الحاله الخطيره بك اللي يا اونكور سي با فريمون تري غراف، سي لاي دونك روج دولور اللي خلاوه في مصلحه طب العيون اللي مازالها داير طفله في عمرها دونك 12 سنه، بين 10 و 12 سنه 12 سنه. سينو الحالات الاخرين كامل خرجوا دونك لي جور مام يا با يو دونك دو فورم غراف. جيد. طيب المستشفى من دون شك يخصص إمكانيات كبيرة ليلة المولد النبوي الشريف، كيف يتم تخصيص فرق عمل متكامل ويتم التنسيق في هذه الليلة؟ سي فري كو chaque fois donc on est habitué à ça donc كامل المستشفيات على المستوى دونك الوطني يوجدوا روحهم لهذا الشيء هذا، الناس توجد الاحتفالات وحنا نوجدوا دونك المشاكل. دونك بيان سور لي زيكيب سون رونفورسي، حتى الحماية المدنية حتى الشرطة يعني المسؤول دونك لي رونفورسي لي انفيرمي الدار والام كامل هم يخدموا. اي بيان سور يا اون بيريود سيك بين العشرة و 12 داير سيتي الكا هذه الخطره، بين العشرة تاع الليل حتى 12 حتى ل 11 تم وين تكون ليكيب دونك بيان سور متجنده. ولهذا دونك اكوتي دونك دو تو سا يفو با بلي شوز سيك حنايا نوجدوا الحاله، ولكن تقدر تجي اورجونس هذاك الوقت اون فيريتابل اورجونس. وهنا الانسان اللي يتاسف، لان نورمالمون كي تجينا اون اوتر اورجونس اون فيريتابل اورجونس امبريفيزيبل تم اللي لازم يكون الدور دونك تاع الطاقم الطبي والعمال اللي يخدموا هذاك الوقت باش ينقذوا هذا الانسان ثاني. يبقى في هذه الحالات للاسف الشديد هذه ليرجونس هذه ال بي باسي اون دوزيام طون، لان عندما نشوفوا ان جلوب اوكيلار دونك طاير ولا الاخر الناس تتوجه كامل بور سلا شي ديبارتمون بار دونك دي بار اكسيتيرا. بيان سور كل سنه
الاداره دونك تستكلف بهذا الشيء هذايا. والحق هذا الحل العام هذا يا با ايت بروبليم اون تيرم دونك دو ماتيريال لي مالادي تي بري اون شارج دونك دون مانيير لا بلو بارفيت بوسيبل. جيد. طيب كانت هناك كما نعلم وقفة ضد بارونات الألعاب النارية هذه المرة. مصالح الشرطة وحتى الجمارك جندت يعني كل مصالحها للقضاء على هذه الألعاب النارية وبارونات الألعاب النارية. كيف نتجنب يعني المرة المقبلة حتى نتفادى كل ما يحصل خلال هذه السنوات؟ والله الحاجة الأولى لازم نقولها هو أن لازم نصارحوا نفوسنا. هذا الشيء هذا خطير، هو ان الانسان لازم يفهم هذا الشيء باللي خطير. انا ماذا بيا العام الجاي ان شاء الله اللي شرا هذا العام واللي صرا له مشكل والمشكل خفيف ماذا بيا ياخذ قرار اليوم قال العام الجاي ما نشريش. واللي شرا هذا العام وطاح في مشكل اكثر وما صرالوش حاجه تري غراف ياخذها عبره العام الجاي. والانسان اللي صرا له مشكل كبير نقول اللوم يعود ماهوش غير على الطفل برك على الاولياء، يكون عبره لواحد اخرين. ونتمنى ان شاء الله ما تكون حتى حاله دونك خطيره. المستوى اللي نتمناو نقولوه هو ان الطفل يجوز على طابله وين كاين هذه المفرقعات وهو بداته يقول لك انا ما نشريش وما كان يعطيه له ان شاء الله ما يديش. يعني يجب ان تكون هناك توعيه من طرف كل الجهات المجتمع المدني، حتى دور المساجد ايضا دور المساجد مهم جدا، ودور المدارس الاولياء والمدارس ايضا. المدارس ما فيها والو. لو اسبوع قبل الاحتفال هذايا يديروا لهم حصص لهذا الشيء هذا، يوري لهم صور. بارفوا لازم تخلع الطفل بالك كي تخلعوا كي توري له الصور هكذا بالك تم ما يروحش هذا الشيء هذا. جيد. اذا بروفيسور هل لديك اضافه في الاخير؟ والله احنا للاسف الشديد تعودنا كل سنه نسجل هذه الحالات. هذا العام الحمد لله، هذا العام الحمد لله لان ما كانتش حاله خطيره. ولكن حقيقه انا بالنسبه لي عندما نشوف حاله واحده يدل على ان الوعي مازال ما لحقش لا وين لو فو. سي ان ميساج دونك كو جو لونس سي كو لي بارون صح لازم يامنوا باللي هاد المفرقعات الافضل نسميهم متفجرات صح خطيره وقادره تطير يد وقادره تطير عين وقبل ما يلحق الوقت اللي ندموا عليه يفو ميو بروند سي بريكوسيون اتون. نعم، شكرا جزيلا لك بروفيسور ولكل المجهودات المبذولة من طرفكم. إذا بروفيسور أمين سالمي رئيس مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا، شكرا جزيلا لك وعلى حضورك معنا. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام متواصلون معكم دائما. إذا موضة جديدة راجت بين السفراء والأجانب المعتمدين بالجزائر أين كسر غالبيتهم البروتوكولات وأصبحوا يتحدثون باللغة العربية وحتى بالأمازيغية.